اللهم يا رب أسألك استجابة الدعاء في خير أيامي يوم الجمعة. اللهم أنت تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق صدري لأجله. يا رب وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله. اللهم فرج هم المهمومين واشرح صدورهم وأنزل الراحة والسكينة في قلوبهم. أسأل الله تعالى أن يزيل عنا هموم الدنيا وينير لنا درب السعادة وأن يجيرنا من الشر والحسد وأن يقضي حوائجنا جميعا ويديم علينا الصحة والعافية. سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. حبيباتي، في هذا الفيديو راني جيت باش نشارك معاكم السفرة ولا المائدة اللي كنت وجدتها. بما انه صمت الايام البيض حبيت نشارك معاكم فطوري واممتو تدو افكار بما انه راهو رمضان على الابواب. حبيت نشارك معاكم الوصفات اللي كنت حضرتها لنهار اليوم. قبل لا نبداو هنا البنات صلوا وسلموا على رسول الله عليه افضل صلاة والسلام. هنا البنات كنت اول حاجه بديت بها لاباط اللي راح ندير بها البرجر. شوفوا البنات، هنا كنت درت كاس حليب دافي، درت معاه مغرف كبيره سكر ومغرف كبيره خميره وحبه بيض وربع مغارف زيت. خلطتهم كامل مع بعضهم ودوكا راح نضيف معاهم الملح ونضيف ثاني الفرينه تدريجيا. خلطت هنايا بالفوي ودوكا راح نستعمل يديا نطمو العجينه وبيان سور لازم نخلوها شويه طريه ونديروا لها قطرات من الزيت هكا باش تساعدني وما تبقاش تتلصق لي في يديا. لازم تخلوها هنايا طريه ونغطوها ونخلوها تريح. انا خليتها من 40 دقيقه حتى لساعه ونجوزو ديريكت باش نوجدو الطبق الثاني. الطبق الثاني هنايا البنات كنت انا درت شوربه. بيان سور لازم الشوربه هي طبق رئيسي. كنت انا حضرت قبل لاباط وخليتها تريح هي الاولى ورحت ديريكت باش نوجدو الشوربه كيف. وجدت كامل الصوالح اللي نحتاجهم في الشوربه كيما البصل لي زيبيس اللحم. كنت درت 2 مغارف زيت وخليتهم يسخنوا مليح وضفت عليهم نص حبه بصل وخليتها تتغلى. ودوكا هنا راح نضيف اللحم. شوفوا اللحم انا هنا درت بديت مورسو صغار. كما نعرفوا اللحم تاع الشوربه نصغروه شويه. الوغ كنت قطعته ووجدته وغسلته ثانيت. من الاحسن توجدوا كامل لي زانغريديو تاعكم قبل لا تبداو تنصبوا هكا باش ما تتلفلكمش وتكونوا وجدتوا كلش. نضيف هنايا فص كبير تاع ثوم كنت رابيتو كذلك درتو يتغلى معاهم. وموراها راح نضيف معاهم نص حبه كبيره تاع طوماطيش. كنت هنا ثاني ترابيتها ونخليهم يتغلاو مع بعضهم. نضيف معاهم هنا مغرف كبيره طوماطيش كونسونطري ثاني نخليها تتغلى معاهم. وضيف معها كذلك لي زيبيس. بالنسبه لي زيبيس البنات كنت درت بابريكا ملح راس الحانوت وكمون ودرت كذلك معاهم مغرف صغيره من الفواحه. ثاني تمدنا بنه للشوربه ديالنا. درت ثاني الحشاوش ودرت معاهم حبه بطاطا صغيره وحبه زرنديه. هادو اختياري تقدروا تستغنوا عليهم. وغليت كلش مع بعضه ودوكا راح نمرق بالماء السخون وحتى يكون اللحم على طياب باش ندير التشيشه تاعي. انا هنا درت شوربه تاع الفريك وانتم كما تحبوش ديروا. نجوزو هنايا للطبق الثاني. حبيت اليوم ندير حاجه جديده، يعني كل مره ندير الماشطو ندير طاجين جلبانه ندير طاجين زيتون. حبيت اليوم ندير حاجه جديده. كما تشوفوا البنات راح ندير معاكم القرنون المحشي ونوجدوه كطبق ثاني. شوفوا هنا البنات كنت درت الزيت خليته يسخن كما شفتوا. كنت درت حوالي 4 مغارف كبار ودرتهم يسخنوا وضفت عليهم نص حبه كبيره بصل ثاني تقطعتها قطع صغيره ونخليها تتغلى مليح. نضيف عليها فص ثوم مرابي ثاني نخليهم يتغلوا كيف. ولا هنا راح نضيف معاهم الحمص. شوفوا البنات الحمص انا كنت درت كميه قليله باسكو هنا في الدار ما نحبوش الحمص. الوغ درت كميه قليله نتوما ديروا حسب افراد العائله. دوكا هنا راح نضيف عليهم لي زيبيس. درت ملح كمون فواحه راس الحانوت وكركم. نضيف معاهم الحشاوش ونخليهم يتغلاو من بعد نمرق. نجوزو القرنون تاعنا بعد ما كنا قشرناه وبيان سور بعد ما تغسلوه تمسحوه بالقارص باش ما يكحلكمش. انا كنت مسحته كامل بالقارص وراح ندلو لافارس. هنا لافارس كنت درت
بولي اشي رحيته وتبلته بنفس التوابل اللي كنت درتهم في الطبق تاعي. ودوكا راح نفارسيهم مليح، نديرهم بيان بومبي، وبعد ما يتغلى لي هذيك لاصوص راح نفرغ فيها القرنون تاعي ونخليهم يطيبوا. لا فارس اللي بقات لي من القرنون كنت درتها خبيزات باش نوجدهم من بعدا للبرجر. نجوزو هنا باش نوجدو المارينا اللي راح نمارينيو بها لي كويس تاعنا. كنت درت هنا لي زيبيس، درت معاهم مغرف كبيره ياغورت طبيعي، ودرت ثاني الزيت. هنا بالنسبه لي زيبيس كنت درت ملح، كمون، راس الحانوت، درت ثاني فواحه، درت فلفل اسود، ودرت بابريكا، ودرت لي الكركم. خلطهم كامل مع بعضهم كما شفتوا. ودوكا راح نثقب كامل هاد لي كويس ونمارينيهم. شوفوا البنات هنا مارينيهم، تقدروا تخلوهم حتى لساعه باش يشربونا كامل هذيك لا مارينا. انا خليتهم برك نص ساعه باسكو ما كفانيش الوقت. مارينيتهم هنا مليح مليح، وراح نغطيهم ونخليهم يتماريناو. نجوزو هنا لاباط تاعنا اللي كنا وجدناها كيف كيف. هذه لاباط تاع الميني برجر راح نديغازيها ونديرها دي بولات كما شفتوا. انا وزنتهم هنا بالميزان باش يجوني كامل كيف كيف. درتهم 79 غرام، تقدروا ديروهم ثاني 80 غرام. درتهم كامل انا 79 غرام باش يجوني كامل كيف كيف. ولا هنا كورتها مليح كما شفتوا. ودوكا راح نبسطها بيديا باش تجيني على شكل خبيزات تاع البرجر. تقدروا هنايا تصغروهم، يعني ديروهم ميني برجر. للوحده توزنوها 30 غرام هكا باش يجوكم كامل كيف كيف. شفتوا هنا البنات راح نبسطها بيديا ونحطهم كامل في سنيوه. لهنا راح ندهنهم بصفار بيض، تقدروا تدهنوهم بالحليب باش يعطوكم هذيك التحميره ونخليهم يريحوا. بالنسبه لطاجين الحلو كنت درت كيلو سكر، 3 كيلات ماء، ودرت معاهم مغرف صغيره قرفه باسكو ما عنديش قرفه عود، ودرت معاهم كذلك نجمة الارض وخليتهم يتغلوا باش من بعدها نضيف عليهم العنب. في هذا الوقت البنات راني كنت درت كيلة رز، خليتها طيب غير نص طياب في الماء والملح، ما ضفت لها حتى اضافات باسكو الدجاج راح يطلق لها كامل هذيك لا مارينا كي يكونوا يطيبوا مع بعضهم. جبت هنايا البنات اكياس شواء، من الاحسن ديروا اكياس شواء باش ما يدولكمش الوقت وبالخف يطيبوا، سورتو مع الصيام يعني اكياس شواء بالخف يطيبوا. انا جبت الرز اللي كان طاب لي نص طياب، لازم تطيبوه نص طياب البنات باش ما يتعجن لكمش، كون طيبوه يعني طياب كامل لانه يكمل الطياب تاعو في الكيس. شوفوا هنا البنات حطيته كامل في هذا الكيس ودرت معاه هذوك لي كويس وفرغت عليهم هذيك لا مارينا اللي كانت باقيت لي في الطبسي. نسكر عليها بهذاك الخيط اللي يجي معاهم ولا هذاك السلك، ودوكا راح نقصها شويه بالمقص باش ما تنفخ لكمش الفور وتطرطق. هنايا البرجر تاعي كنت درت له جلجلان، بعد ما ارتاح 10 دقائق دخلته للكوشه يطيب، وكذلك كنت ضفت العنب المجفف للحلو تاعي بعد ما تغلى، وثاني خليته يطيب. نجوزو هنايا للسلق، كنت درتو لماما باسكو تحب بزاف السلق، درتو لها بالطريقه تاعها اللي ديرها يعني ساهل، كان طيباتو في الماء والملح. وانا هنا كنت ضفت له فص تاع ثوم وضفت له مغرف كبيره زيت ودرت له لي زيبيس. هنا كنت ضفت ملح، كمون، راس الحانوت، فلفل اسود، ودرت ثاني شويه بابريكا باش يجينا هذاك الكولر شباب. ودرت هنايا مغرف صغيره هريسه في 2 حبات بيض باسكو ماما تحب السلق يكون حار، تقدروا تستغنوا على الحار. وراح نفرغ هذاك البيض على السوق اللي كنت تبلته. جبت انا هنايا فرماج شيزي تاع الكاريات، راح نديرو فوق القراطع تاعي وندخلها الطيب قيس ما يطيب البيض ويذوب هذاك الفرماج. شوفوا هنا البنات كنت دايرتهم في 3 يطيبوا، كنت دايره لي كويس، دايره القراطه، ودايره ثاني البرجر يطيبوا كامل في الكوشه باسكو ما كفانيش الوقت على ذاك، كنت درتهم مع بعضهم يطيبوا. ولا هنا البنات بعد ما طاب لي هذاك العنب ضفت هنا التفاح اللي كنت برك قشرته ودرتو يطيب مع العنب. ولا هنا البنات قليت كامل هذوك الخبيزات تاع البولي اللي كنت وجدتهم وخليتهم يتقلاو مليح ويتحمروا باش من بعدها نديرهم في البرجر. وهنايا كنت حبيت برك نضيف هنا ديكور خفيف، درت هذا النجيمات طبعتهم بالفرماج كما شفتوا، حطيتهم فوق الطاجين تاعي لانه كان على طياب برك هنا نخثر في لاصوص. كنت وجدت هنايا الطوماطيش اللي كنت قطعتها دوائر، البولي اشي ثاني طاب، وجدت الورق تاع الشلاضه، وهذا الخبز البرجر اللي كنت حمرته كما شفتوا، ووجدت ثاني فرماج كاري.
وكملت كامل الحبيبات بنفس الطريقة. الكراته تاعي ثاني كانت طابت، طفيت عليها، ولهنا جيت باش نوجد معاكم عصير البرتقال. درت هنا حوالي 7 حبات برتقال متوسطين، قطعتهم كما شفتوا، نحيت لهم كامل العظمه باش ما يجيكمش مر. ضفت عليهم 2 حبات ليم كنت عصرتهم ونحيت لهم ثاني العظمه، ودرتهم في البلندر وراني رحيتهم، وهذه هي النتيجه. دوكا البنات راح نصفيهم وندير لهم السكر وندير لهم ثاني الماء، وراح نوريهم لكم من بعدها. هنا العصير تاعي راه واجد، كنت درته في هذه القرعه. مام طاجين القرنون ثاني راه واجد، كنت درت له الفريت وزينته بشويه تاع الحشاوش. الشوربه ثاني البنات كانت طابت، درت لها الحشاوش. وهنا هذا الرز، شوفوا البنات كيفاش طاب لي على حبه، طاب مزربع ما طابش معجن كما راكم تشوفوا. وضفت له هنايا الكويس اللي كنت حمرتهم بعد ما دهنتهم بشويه تاع المارغرين. هذه هي البرجر، كنت حطيتها ثاني في طبق التقديم. حطيت ثاني الحلو بعد ما طاب، وكانت هذه هي السفرة تاعي. كنت وجدت ثاني الشلاضة، وهنا كنت وجدت ثاني التمر، وجدت الحليب. وماما كانت دارت المطلوع، بلا ما ننساو المطلوع تاع ماما، يعني يعطيها الصحة. ودوكا راح نفرغ لكم الشوربه في القرافه. وكانت هذه هي المائده تاعي. نتمنى تكونوا ديتوا افكار. ربي يستجيب دعائنا ويتقبلنا صالح الاعمال ان شاء الله. صيام مقبول وذنب مغفور. هنا كنت في اخر لحظه حطيت الجو، سربيتو كما شفتوا، هذا هو الجو. برك هنا جاني ناقص حلاوه، بعد كي فطرنا ضفت له السكر. كنت صايمه انا وماما واختي، ربي يتقبلنا ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وديتوا افكار لشهر رمضان، ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والعافيه. هنا حبيباتي وصلنا لنهايه لا فيديو، ما تنسوش تدعموني بجيم وكومنتير، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديوهات جديده، والى اللقاء.